السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخوتي خياتي ان شاء الله كامل تكونوا بخير ويلقاكم فيديو في احسن الاحوال. ما زلنا متواصلين مع ورشتنا المجانيه والسلسله اللي وجدتها لكم التشكيله من معجون دباسه ولا بات فروي باذواق مختلفه. والذوق اللي خيرته لكم لنهار اليوم راح يكون ذوق الخوخ. ما شاء الله ما شاء الله يا البنات، الصور راهي تعبر همه وشان الافراحكم ومناسباتكم. يجي حاكم روحه قالب ما شاء الله وممتون طري ومعسل من الداخل كيما يحب القلب والخاطر. والصور راهي توضح لكل وحده يعني قراتهم ورشه ولا جربتهم وما نجحتش فيهم. نقول لك تبعي كل التفاصيل وباذن الله من الفوق راح تنجحي فيهم. اختي العزيزه خليكم مع الفيديو. بسم الله على بركة الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. أول حاجة نبداو بها خياتي هي أنه نوجدوا المول ديالنا قبل ما نبداو نخدموا المعجون. شوفوا أنا لهنا عندي المول نتاع البيغاميد راني فرشتلو ساشي ولا خدمتو بأي مول تاع سيليكون، دهنوه بالزيت وحطوه في سميم. ودوك نجوزو نخدموا لابيغي نتاع الخوخ ولا عصيدة الخوخ ديالنا. أنا لهنا راح نخدم بالخوخ المعلب يا بنات، سينو إلا كنتو يعني في الوقيته نتاع الخوخ تقدروا تخدموا بالخوخ العادي، يعني تنقيو الحبيبة تاع الخوخ ديالكم تفوروهم وترحيوهم وتتحصلوا على لابيغي نتاع الخوخ. انا لهنا كيما سبق وقلت لكم راح نخدم بالخوخ المعلب. انا نسحق 400 غرام لابيغي نتاع الخوخ، دونك راح ندير 350 غرام نتاع حبيبات هذوما ولا الانصاف نتاع الخوخ، وراح نكمل 50 غرام بهذا العصير هذا اللي يجي فيه لداخل هكذا يا البنات حتى نتحصل على 400 غرام. شويه غرامات هكذا زياده 4 ولا 5 غرامات زياده نورمال يعني ما فيها. بس راح نحكم الخوخ ديالي نرحيه مليح مليح هكذا بالبغا ميكسر حتى نتحصل على عصيده الخوخ. من جهه واحده اخرى راح نوزن 370 غرام نتاع السكر، يعني كميه سكر تقريبا تتشابه في اغلب البات فروي ديالنا، ماشي كامل بصح يعني الاغلبيه فيهم 370 غرام. من هذيك 370 غرام راح نقص 70 غرام يا البنات باش نخلطها مع البيكتين. دائما نقول لكم البيكتين جامي تحطوه وحده باش ما يتبركسش معاكم، يعني لازم نخلطوه مع كميه هكذا قليله من السكر. انا لهنا نخدم بالبيكتين جون ولا بيكتين الحلقوم. انا لهنا نسحق 20 غرام تاع بيكتين راح نوزن قباله يعني فوق هذاك السكر. واللي قالوا لي وشنو هو يعني الدور نتاع البيكتين في المعجون، انا نقول لكم خياتي المعجون امبوسيبل يعني راح يجمد لكم بلا بيكتين. البيكتين هو ماده تجمد المعجون باش تتحصلوا يعني على هذاك القوام كيما شفتوا في اول فيديو يكون قالب. نخلط مليح مليح هذاك البيكتين مع السكر هكذا حتى يتجانسوا مع بعضهم. من بعد نجيب كسرونه تكون شويه ثقيله ونحط ولا نوزن فيها 50 غرام تاع جلوكوز. ماذا بينا يعني قباله نوزنوا في الكسرونه باش نطيحوا هكذا في المقادير يكونوا سوا. فوق هذاك 50 غرام جلوكوز حطيت 300 غرام سكر وحطيت 400 غرام عصيدة الخوخ بهذه الطريقة هذه. من بعد نخلطهم هكذا مليح مليح حتى يتجانسوا ونحطهم فوق النار. والنار لازم تكون نار قليلة يا بنات باش ينجح معاكم المعجون، لازم تكون نار قليلة ولازم نبقى نحرك بدون انقطاع. يعني قد ما راني نحرك قد ما راني نبطئ في عملية الغليان، وقد ما عملية الغليان راهي مطولة قد ما هذوك السوائل والماء اللي في المعجون ديالنا راهي تتبخر وهكذاك راح يعطينا نتيجة مليحة، يعني راح تعطينا معجون ناجح 100% يكون خالي من السوائل. انا لهنا بعد ما جازت 6 دقائق وانا نحرك يعني حتى لحق مرحله الغليان ولا حتى لحق لدرجه 93 نجي نحط البيكتين على ثلث دفوع. نخلط مليح مليح بالفوي، يعني نحط كميه البيكتين نخلطها مليح بالفوي كي نشوفها تجانست نزيد الكميه الثانيه حتى نكمل كامل الكميه. نزيد نخلط مليح مليح هكذا بالفوي كي نشوف البيكتين جانست مليح مع الخليط ديالي نحبس الفوي ونعاود نولي للسباتشيل هكذا، يعني نبقى نحرك فيه بدون انقطاع كما سبق ووصيتكم. قد ما السوائل يتبخروا قد ما راكم راح تتحصلوا على نتيجه مبهره في المعجون ديالكم. كاين بزاف اللي ما ينجحش معاهم هذا المعجون هذا يا بنات باسكو يخلوا فيه كميه من السوائل. كي تخلوا فيه سوائل ما راحش ينشف لكم ولا ما راحش يجمد لكم، يعني راح يبقى طالق روحهم. دابيا هاد النصائح كامل تاخذوهم بعين الاعتبار. انا لهنا بعد ما جازت قريب 8 دقائق 7 دقائق هكذا وشويه شوفوا الخليط ديالي ولا المعجون ديالي فيه فقاعات يعني بزاف ويكونوا فقاعات صغيره وممتون شوفوا كيفاش راهو مازال سائل. يعني هذاك المعجون شوفوا كيفاش راهو يسيل يعني خفيف. انا نسحقو حتى يولي ثقيل. هادو العوامل بالنسبه للي ما عندهمش ترمومتر. البنات اللي عندهم ترمومتر يبقاو يحركوا حتى يشوفوا هذاك الخليط كي يبدا يتقل معاهم
يحطوا الترمومتر كي يلحقوا ولا يوصلوا لدرجه 105 يعرفوا باللي المعجون ديالهم راهو واجد. انا لهنا بعد ما جزت 17 دقيقه وانا نحرك بدون انقطاع يا البنات، 17 دقيقه من بعد ما رمينا البيكتين. شوفوا المعجون ديالي كيفاش تقال القوام ديالو، شوفوا يعني هذوك الفقاعات كيفاش ولات فقاعات كبيره وكثيفه. وكي نجوز هكذا السباتول هكذا في الكسرونه نشوف هذيك القاعده، وشوفوا الجوانب تاع الكسرونه كيفاش راهم بيوضه. شفتوا كيفاش هذاك البياض هذا يدل على انه السوائل اللي في المعجون كامل تبخروا. واهم شيء هو انه يولي يسيل معكم هكذا ثقيل ومتقطع هكذا كيما موضح في الصورة هكذا. يعني راني لحقت ل 105 درجه والمعجون ديالي راهو طيب وراهو واجد. وفي الاخير نرمي له 30 غرام تاع عصير قارص، ما يعادل 3 مغارف يكونوا كبار. نحرك يعني نبقى هكذا نحرك حتى يتجانس هذاك القارص مع باقي المكونات ويبدا يغلي، يعني حتى المعجون ديالي يعاود يرفد الغليه ويولي بقبق. خلاص نطفي عليه. انا لهنا شوفوا خلاص رفد الغليه المعجون ديالي. شوفوا يعني بعض الثواني ماشي حاجه، واحد 30 40 ثانيه هكذاك من بعد ما نرميو القارص. لهنا خلاص راني طفيت عليه. وكلمسه اختياريه راح نحط رشه نتاع بيستاش، تقدروا تحطوا المكسرات اللي حبيتوهم بيان سور. نفرغ كامل الخليط ديالي هكذا في المول فوالا بهذه الطريقه هذه. نخبط هذاك المول خبطه خفاف باش المعجون يدخل في كامل الزوايا تاع المول ويجي كامل نيفو واحد. نخليه لهنا فوق البلون طرافاي واحد النص ساعه يعني حتى يولي دافي وياخذ حراره المطبخ. من بعد ندخلوه للفريجيدار من تلت ربع سوايع حتى الليله كامله، يعني 4 سوايع يكفوه راح يوجد معكم. كيما تحبوا تخلوه يبات ليله كامله. فوالا انا لهنا بعد ما خليته بات ليله كامله في الفريجيدار. شوفوا كيفاش يدي مولا فاسيلمون، ويعني هذاك الساشي يتنحى فاسيلمون. شوفوا كيفاش يجي يعني طري وما شاء الله يترعد وحده يا مولاي، وميم طون يجي حاكم روحو يا البنات. ودوك نجوزو نقطعوه. شوفوا لهنا هاد الجوانب هادو ماذا بينا دائما نحوهم باش الحبيبات يجوا متحوفين وعلى قانيهم. وقبل ما نقطع كل مره ولا كل حبه لازم نمسح الموس ديالي يا البنات. السمك نتوما تتحكموا في السمك اللي حبيتوه، تحبوهم يعني خشان ولا رقاق كيما تحبوا. والتزيين بيان سور راح يولي لكم اختياري. شتو كيما في التفاح درنا الورقه الذهبيه، تقدروا ترمدوه في السكر وتخلطوا معاه شويه ناكري. انا سيتها ما نكذبش عليكم، حكمت حبيبه هكذا رمتها في السكر اللي كنت خلطت له الناكري، حسيتها قتلت له كامل يعني المنظر الجمالي ديالو. دونك استغنيت عليها. كيما تقدروا تزينوه بلا دونتيل ولا بالشبيكه اللي نخدموها بسكر الشبيكه. لهنا التزيين راح يولي لكم اختياري. انا حبيت نخليه هكذا في البساطه في السامبل باسكو يعني لا كولور ديالو والمنظر بزاف شباب ما شاء الله. شوفوا يا بنات كيما سبق وقلت لكم تقدروا يعني تبدلوا المول اللي حبيتوه واللي توفر عندكم، ما تضيقوا خاطركم والو، كل وحده تخدم بالشيء اللي توفر عندها. شوفوا لي هذيك الاناقه بسم الله ما شاء الله، يعني انسب حاجه لافراحكم ومناسباتكم تحمروا بها وجهكم هو هاد البات فروي ولا هاد معجون دباسه. هذا انا لهنا راح نقسم لكم تشوفوا القوام ديالو. شوفوا يا بنات الحبه كيف تجي حاكمه روحها ما شاء الله، وشوفوا في قلبها كيفاش تجي تذوب ذوبان. والبنه ما نحكي لكمش يا البنات، بنه من اروع ما يكون ما شاء الله. شايتكم في الجنه. نتمنى ان شاء الله كل وحده شافت الفيديو تجربوا وتشاركوا مع ناسها وحبابها وتكثر لي دعاوي الخير. اما بالنسبه لي يقولوا لي ام سيدو ما ينجحش معنا هذا المعجون ولا هذا البات فروي، انا نقول لكم انتظروني الفيديو الجاي باذن الله اللي حيكون اخر فيديو فيه بزاف تفاصيل كما عودتكم في كل يعني سلسله نديرها لكم نختمها بفيديو فيه كل التفاصيل، يعني على الاسعار كيفاش يعني اللي ما ينجحش معاها هذا المعجون كيفاش تصلحوا وتنقذ الموقف، وفيه بزاف تفاصيل ومعلومات لازم تعرفوها يعني باش تنجحوا في معجون دباسه. الى فيديو قادم خليتكم في رعايه الله وحفظه. سلام.